السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معايا مراجعه لسماعتين في الفئه الاقتصاديه. جدا، يعني سماعتين بيجوا في الفئه السعريه ما بين ال 200 جنيه لحد ال 300 جنيه. خلينا نستعرضهم مع بعض ونشوف مميزاتهم وعيوبهم، ونشوف كمان السماعتين دول يستحقوا الشراء ولا لا. بس طبعا قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. الموضوع ده طبعا بيفرق معايا جامد، اللايك بيفرق معايا جدا في انتشار الفيديو، والسبسكرايب طبعا عايزين نوصل لأكبر عدد ممكن. وخلينا ندخل في مراجعتنا مع بعض عشان ما اطولش عليك. دلوقتي هنبدأ مع بعض باستعراض سماعة الام 10. ده طبعا شكل البوكس، ودي بعض المواصفات بتاعت السماعة. طبعا هنقارن الكلام ده دلوقتي بأرض الواقع ونشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. خلي السماعة دي على جنب دلوقتي. ده المانيوال وكيبل شحن مايكرو يو اس بي وبعض الاير تيبس عشان تقدر انت تغيرها على حسب مقاس ودنك. دي طبعا السماعة خامتها يعني بلاستيكية كده رديئة شوية. هنا المكان اللي بيتشحن منه البوكس عن طريق وصلة الشحن اللي جاية معاه اللي هي المايكرو يو اس بي. وكمان السماعة دي بتقدر ان انت تستخدمها كباور بانك، تقدر تشحن منها التليفون او تقدر ان انت تشحن منها سماعة او اي حاجة تانية. طبعا ده شكل السماعة من جوه. السماعة البوكس بيقفل لوحده، يعني رديء جدا بصراحة، ولكن السماعة مش بتقع زي ما انتوا شايفين كده. السماعة هنا فيها RGB. لو بصينا للسماعة هنلاقي هنا يعني دي السماعة اليمين وده المكان اللي بتتشحن منه. طبعا الاير تيبس ديت او الجلدة دي الخامات بتاعتها رديئة جدا. الخامات برضو بتاعت السماعة يعني مش احسن حاجة. هنا دي فتحة المايك وده الجزء التاتش اللي السماعة بتشتغل منه. هنا معانا نسبة شحن البوكس وهنا نسبة شحن كل سماعة. هنا السماعتين بيشحنوا زي ما انتم شايفين. خلينا دلوقتي نتكلم على تجربة الاقتراب بالنسبة لسماعة الام 10 واحكي لكم على المشاكل اللي واجهتني معاها. طبعا لما بتخرج السماعتين من العلبة اكتر الاوقات بيظهر لك اسمين لنفس السماعة، فدي حاجة مش كويسة خالص. بيبقى اسم للسماعة اليمين واسم للسماعة الشمال. اكتر الاوقات لما كنت باجي اعمل لها اقتران كان بيلقط معايا سماعة واحدة سواء اليمين او السماعة الشمال. ما كانتش بتظبط معايا غير لما افصل السماعتين، اضغط على التاتش هنا لمدة 5 ثواني تقريبا عشان خاطر ان انا اقدر ان انا افصل السماعتين وارجع تاني اشغلهم في نفس الوقت. الموضوع ده هو الوحيد اللي كان بيحل معايا المشكلة دي، ولكن برضو في اكتر الاوقات ما كانتش بتتحل وكان بيواجهني مشاكل كتير بالنسبة للاقتران. وبالنسبة لمسافة الاقتران ما بين السماعة وما بين الموبايل فتقريبا كانت بتديني من 7 متر لحوالي 8 متر كده. بعد كده بيبدأ يكون في تقطيع. دي كانت تجربتي مع السماعة دي بالنسبة للاقتران. خلينا ندخل دلوقتي على تجربة الاستماع. تجربة الاستماع بالنسبة للسماعة دي رخيصة جدا، اقدر ان انا اديلها 2 من 10، و2 من 10 ممكن يكون كتير كمان. البيز والتريبل مش موجودين خالص، ضعاف جدا جدا جدا، وحط تحتها خط كمان. واما بالنسبة لخامات الصوت واصوات الالات فبتقدر ان انت تحددها ولكن بصعوبة. السماعة صوتها وحش خالص في الاستماع. وكمان بالنسبة لتجربة الالعاب، تجربة الألعاب مش كويسة خالص. بالنسبة لتحديد أصوات الخطوات لو أنت بتلعب ببجي موبايل، تحديد الأصوات هنا مش كويس خالص. وكمان بالنسبة برضو لأصوات الأسلحة، أصوات الضرب والحاجات دي برضو مش كويسة، مش بتحدد الأصوات بشكل كويس. أصوات الضرب كلها تحسها داخلة في بعضها. السماعة مش مناسبة للألعاب. ولكن اللي فاجئني في السماعة دي بصراحة إن السماعة دي مناسبة جدا للمكالمات. أنا اتفاجئت من المايك بصراحة. وطبعا كالعادة هسيب لكم تسجيل لمكالمة مسجلة ما بيني وما بين صديق ليا بنستعرض جودة المكالمات عاملة ازاي. دي تجربة صوت سماعة ام 10. الصوت اخباره ايه؟ الصوت كويس وجودتها حلوة. انت سامعني؟ صوت كويس ولا بعيد ولا واطي لا ولا ايه؟ لا كويس، كأنك بتتكلم من الفون عادي. انت الصوت والله عندك كويس؟ انا الصوت يعني معقول كويس. هو عندي هنا جميل، كأنك بتتكلم من التليفون. مفيش اي اختلاف. والله بجد. والله تمام. تمام. واما بالنسبه لعمر البطاريه فالسماعه بصراحه ادتني من ساعتين لحوالي 3 ساعات بالنسبه للمكالمات. او بالنسبه للاستماع طبعا 3 ساعات من الملل. بصراحه مش قادر اوصف لك بصراحه رضاءة الصوت عامله ازاي، يعني حاجه صعبه جدا. انا كنت بتعذب وانا بسمع بالسماعه دي. واما بالنسبه للفئه السعريه اللي السماعه بتيجي فيها فالسماعه بتيجي في الفئه السعريه ما بين 180 جنيه لحد 250 جنيه. طبعا بتختلف من مكان لاخر. السماعه موجوده في المحلات بشكل كبير، والسماعه موجوده على امازون ونون، تقدر ان انت تشتريها من المكان اللي تحبه. ورأيي الشخصي في السماعة ان انت ما تشتريهاش وتشتري سماعة سلك افضل. يجي دلوقتي لسماعة الام 90 ماكس. ده طبعا شكل العلبة، وهنا مكتوب اللي هو اي ان سي انا مش عارف ليه. هنا بعض المواصفات بتاعت السماعة. طبعا برضه هنقارن نشوف الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي.
نفس برضو تجربة الانبوكسنج رخيصة جدا كمان. طبعا دي نسبة الشحن بتاعت العلبة اللي هي المفروض 90%، وهنا السماعة اليمين والشمال بيشحنوا. السماعات هنا مضيئة برضو RGB زي السماعة الM10 بالظبط. خلينا دلوقتي نشوف السماعة هنا عاملة ازاي. السماعة بتشتغل بالتاتش من الجزء ده، وده المايك، وهنا المكان اللي بتتشحن منه السماعة، ودي الجلدة اللي المفروض بتدخل في الودن. برضو نفس الخامة الرديئة بتاعت السماعة التانية، تحسهم برضو يعني ايه واخدين من بعض كتير. خلينا دلوقتي نشوف المداخل اللي بتيجي في البوكس ده. طبعا زي ما قلنا ان هنا السماعة بتتشحن بشاحن تايب سي، وهنا المكان ده بتقدر ان انت تستخدمه كباور بانك وتشحن منه السماعة او التليفون بتاعك ايا كان نوعه. استعرضنا دلوقتي محتويات العلبة بتاعت الام 90 ماكس. خلينا دلوقتي ندخل في تجربة الاقتران. تجربة الاقتران في السماعة الام 90 ماكس برضو نفس المشاكل اللي واجهتني في الام 10 واجهتني في الام 90 ماكس. السماعة مش كويسة جدا في الاقتران، بتظهر لي برضو باسمين، ما كانتش بتظبط معايا برضو غير لما بفصل السماعة وبرجع اشغلها تاني، وكمان ساعات مش بتظبط. يعني كانت بتتعبني كتير عشان خاطر ان انا اشغل السماعتين مع بعض. واما بالنسبة لمسافة الاقتران ما بين السماعة وما بين الموبايل كانت بتديني حوالي 7 متر برضو او 8 متر. وكمان هنا السماعة مكتوب ان هي بلوتوث 5.3. انا ما اعتقدش الكلام ده خالص، انا اعتقد ان هي اقل من كده بكتير، يمكن كمان اقل من 5، ولكن برضو خلينا نفترض ان الكلام ده صح. طبعا ده شكل السماعة في الودن. ما عنديش اي تعليق على شكل السماعة في الودن بصراحة، شكلها مش وحش، شكلها لطيف شوية. التعليق اللي هقدر اقوله على السماعة دي وهو السماعة لما بحطها في ودني برضو بتوجع لي ودني زي السماعة الام 10 بالظبط. خامات التصنيع هنا مش كويسة خالص، الجلد بيوجع لي ودني. واما بالنسبة لتجربة الاستماع فهنا السماعة دي البيز والتريبل فيها احسن من السماعة الام 10. خامات الصوت برضو موجودة في السماعة دي بشكل افضل شوية، واصوات الالات بشكل افضل شوية. ولكن كاجمالي تقييمي للسماعة دي اقدر ان انا اديلها 4/10، و4/10 ما تزيدش عن كده كمان. واما بالنسبة لتجربة المكالمات فهنا برضو السماعة بتديني تجربة مكالمات كويسة جدا زي السماعة الام 10 بالظبط. انا اتفاجئت بصراحة من السماعات دي والله يا جماعة. تجربة المايك بتاعها مش عارف هو كده ازاي، لدرجة ان انا ساعات كنت بفتح تسجيل واقعد اخبط على السماعة عشان اشوف الصوت طالع من المايك ولا طالع من التليفون، وكان الصوت طالع من المايك بتاع السماعة. الصوت كويس جدا ومناسب جدا. كنت بعمل مكالمات في الدوشة وما كانش بيواجهني اي مشاكل، الطرف التاني كان بيسمعني بشكل كويس. ولكن طبعا هي بتنقل الاصوات اللي حواليك بشكل كبير. ولكن بالنسبة للفئة السعرية فالسماعة كانت مأدية معايا بشكل كويس جدا. وطبعا هسيب لكم تسجيل لمكالمة ما بيني وما بين احد الاصدقاء بنستعرض مع بعض جودة المكالمات. ودي تجربة سماعة ام 90 ماكس، هي اخبار الصوت. يسطا بص، هي يعني في ما فيهاش عزل، يعني الصوت جنبك باين، وهي بس هي واضحة شوية، يعني هي كويسة على سعرها. الصوت واضح، اهم حاجة انت سامعني كويس. اه سامعك يا عم سامعك. طب تمام ماشي. واما بالنسبه لتجربه الالعاب في السماعه دي فالسماعه هتديك نفس تجربه الالعاب بتاعت السماعه الام 10. تجربه العاب سيئه جدا، تحديد الخطوات في بابجي موبايل مش كويس خالص. كمان اصوات الضرب بتاعت الاسلحه برضو ما كانتش كويسه جدا، الاصوات تحسها داخله في بعضها، ما تعرفش ان انت تحدد اصوات الاسلحه بشكل كويس. واما بالنسبه لعمر البطاريه فبرضو مش هنختلف كتير عن الام 10، نفس برضو تجربة البطارية من ساعتين لحوالي 3 ساعات بالنسبة لتجربة الاستماع أو بالنسبة لتجربة المكالمات. طبعا دي حاجة مش كويسة خالص. بس هنقول ايه بالنسبة للفئة السعرية؟ هنقول ان هي معقولة. السماعة بتيجي في الفئة السعرية ما بين ال 250 جنيه لحد ال 300 جنيه، وبصراحة انا لا انصح بشرائها. انا اعتقد ان انت تشتري لك سماعة سلك افضل من انك تشتري السماعة دي. وبس كده، ده كان رأيي في السماعتين الام 10 والام 90 ماكس. لو حسيت انك استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. الموضوع ده يا جماعة بيفرق معايا جدا. عايزين نوصل فيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات. كل لايك وكل سبسكرايب هيفرق معايا جدا. واستنوا ان شاء الله في كل الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم.